قصة برصيصة العابد. قصة برصيصة لم تذكر كاملة في القرآن الكريم، ولكن بعض المفسرين زي القرطبي وابن كثير خدوا من الإسرائيليات وعملوا القصة. والقصة مش مشكلة التفاصيل بتاعتها، المهم إن هي العبرة والعظة ولا تخالف آيات ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ذكر القصة في سورة الحشر حين قال: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر لما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. صدق الله العظيم. القصة بتبتدي بشخص عابد زاهد راعي لربنا سبحانه وتعالى، منقطع عن الناس، منقطع للعبادة، منعزل تماما عن الناس، ما بيفكرش في أي حاجة في الدنيا، عمال بيعبد ربنا فقط. ففي يوم جاله 3 اخوات وقالوا له: يا عم الشيخ انا شايفينك انت راجل محترم وولي من اولياء الله، عندنا اختنا مريضه تعبانه عايزينك تبقى تدعي لها وتاخد بالك منها. قال لهم: بقول لكم ايه، ماليش دعوه بالكلام ده، انا راجل تقي ورع مع ربنا، ماليش دعوه بالناس. فساعتها جاله الشيطان لاول مره وسوس له وقال له: يا عم حرام عليك، دي بيقول لك واحده عيانه وتعبانه، خلي بالك منها وادعي لها ممكن ربنا يستجيب على ايديك. قال لهم: خلاص ماشي، هاتوها في بيت جنب مني هنا وانا هبقى ادعي لها وانا في صومعتي لحد ما ربنا يشفيها. وفعلا جابوا له اختهم هناك وكانت حلوه وصغيره، وساعتها قعد برصيصه في الصومعه بتاعته يدعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب يشفيها. فساعتها جاله الشيطان المره الثانيه وقال له: يا عم حرام عليك، هم مش سايبها لك امانه، انت راجل بتخاف ربنا، تعالى اطلع بره ادعي لها في الشارع وشوفها قدام عينك، يمكن محتاجه حاجه ولا بتاع، وانت ما عندكش اخلاق، ما عندكش قلب يا اخي. وفعلا طلع لها وبدأ يشوفها لحد ما فتن بيها، وواحدة واحدة مرة بمرة وقع بيها في الزنا لحد البت ما حملت. فساعتها خاف وقال: يا نهار أبيض، وقتها لما يجوا هيعلقوني أعمل إيه؟ الشيطان وسوس له المرة الثالثة وقال له: أنت دلوقتي المفروض تقتلها وتدفنها عندك هنا، وبكده تبقى حميت نفسك ومحدش يقدر يكلمك. وفعلا سمع كلام الشيطان ودفنها عنده جنب صومعة بتاعته، لحد ما في يوم جاله اخواتها سألوه عن اختهم عمل معاها ايه. قال لهم: ياه دي يا عيني تعبانه جامد وماتت وانا دفنتها وحطيتها تحت مني هنا. ساعتها برصيصه كان عنده رصيد من الايمان والتقوى عند الناس، كان بيقولوا عليه ولي من اولياء الله، فصدقوه وما عملوش لي اي حاجه. حتى القصه اللي هو الفها ديت دخلت عليهم بسهوله وروحهم. وبعدها بكم يوم وهم نايمين الشيطان جالهم في المنام وقال لهم: على فكره برصيصه ده كذاب، ده زنى باختكم وحملت منه ودفنها جنب الصومعه بتاعته. وخد كل واحد منهم من ايده للمكان اللي اخته مدفونه بيه ووراها لهم. ثاني يوم الصبح كلهم صحوا مفزوعين، واحد قال للثاني: شفت انا حلمت بايه امبارح؟ الثاني قال له: وانا الاخر انا حلمت حلم فظيع. الثاني قال لهم: وانا كمان حلمت حلم فظيع. انت استنى، انت حلمت بايه؟ قال له: انا حلمت بكذا كذا. والثاني: انا حلمت بكذا كذا. والثالث: يا نهار ابيض، يلا بينا يا ابني على المكان. راحوا للمكان اللي الشيطان وراه لهم، فلقوا ان فعلا اختهم مدفونه هناك. راحوا البرصيصه وقالوا له: انت عملت كذا كذا، وخدوه ودوه للملك بتاع المدينه وقالوا له: ده عمل في اختنا كذا كذا، واتحكم عليه فعلا بالاعدام. ساعتها قبل ما يموت جاله الشيطان، بس المره دي جاله في صوره انسان يشوفه بعينه وقال له: انا الشيطان وانا اللي وسوس لك كل اللي انت حصل فيك ده، وانا ممكن انجيك من اللي انت فيه بس بشرط تسجد لي من دون الله. يا نهار ابيض، الكفر مره واحده. ايوه الكفر مره واحده، عشان خاطر هو سلم للشيطان مره في مره، ودلوقتي بيطلب منه ان هو يكفر بالله. وفعلا من كتر خوفه وان هو عايز يعيش سجد لابليس وكفر بالله، وساعتها ابليس تبرأ منه ومات. وربنا سبحانه وتعالى قال عنه ان هو هيخلد في النار هو والشيطان. قصه برصيصه مليانه عبر. واحد، نزولك في الحياه وبعدك عن الناس وتفريغك للعباده مش حاجه صح. الانسان عباره عن شهوه وقلب، حاجتين موجودين جوه الانسان ربنا سبحانه وتعالى غرزهم فينا، لو ما غذتش حد فيهم بيتسعر، ممكن يتحول لوحش كاسر ينفجر فيك في اي لحظه، وللاسف الانفجار ده هيكون في معصيه الله سبحانه وتعالى. اثنين، ان الشيطان ما بيأس، يبدا معاك خطوه بخطوه. لو كنت اكتر انسان عابد على وجه الدنيا، لو كنت اكتر انسان شرير على وجه الارض، هيبدا معاك من المرحله اللي انت فيها. يا اما يبدا معاك عن طريق ايمانك بالله سبحانه وتعالى زي ما شفنا مع برصيصه، او يبدا معاك بالكفر مره واحده على حسب الحاله اللي انت فيها. ولو كنت ما بينهم هيبدا معاك من الخطوه اللي انت فيها لحد ما يوصل بيك الكفر بالله سبحانه وتعالى. فما تستصغرش دور الشيطان. وانا كنت دايما بقول يا ريت يكون عندي ربع الطاقه اللي عند الشيطان ديت. ثلاثة، اللي بيسمع كلام الشيطان بيتحرق معاه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول على لسان الشيطان يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق
ووعدتكم فأخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل وإن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان بيتبرأ من أتباعه يوم القيامة كما تبرأ من برصيصة في الدنيا. 4. اوعى تقول أنا مش ممكن أغلط، لأن ساعتها ممكن تغلط أكبر غلط أنت مش واخد بالك. 5. لا تأمن رجل على امرأة، ما ينفعش تحت أي ظرف تسيب راجل تأمنه على واحدة ست، لأن عنده شهوة ربنا سبحانه وتعالى يعلى فيه. ومهما كان الراجل ده مين ومهما كانت الست ده مين، هتقول دي أختي صاحبتي زي بنتي زي أمي. مفيش الكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى حط قواعد التعامل ما بين الرجل والمرأة نلتزم بيها حتى لا نقع في الفاحشة. وأخيرا، لا تستصغر الذنوب مهما كانت، فإن الجبال من الحصى. السلام عليكم.